تعالوا خدكم ونرجع بالزمن لأكتر من 1400 سنة. هنا في مسجد عمرو بن العاص في دمياط، تاني مسجد اتبنى في مصر وإفريقيا. بناه الصحابي الجليل المقداد ابن الأسود عام 21 هجرية بعد فتح الصحابي عمرو بن العاص لمصر في عهد ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب. تعرفوا ان المسجد ده اتحول لكنيسة مرتين؟ المرة الأولى لما احتل الصليبيين دمياط بقيادة جان دبرين 1219، قام بتحويل المسجد لكنيسة بعد نهب كل محتويات المسجد، وقاموا بتقطيع المنبر المصنوع من الأبانوس وإرساله لملوك أوروبا كدليل لاحتلال المدينة. المرة الثانية في حملة لويس التاسع على دمياط عام 1249 ميلادية، قام بتحويل المسجد إلى كاتدرائية وأقام فيها حفلات دينية ضخمة. وبعد هزيمة لويس التاسع وخروج الصليبيين من دمياط رجع المسجد زي ما كان. المسجد أنشأ على طراز جامع عمرو بن العاص بالفسطاط بمصر القديمة. كمان موجود في المسجد كتابات كوفية وأعمدة بيعود تاريخها للعصر الروماني. هتلاحظ روعة العمارة الإسلامية وتميزها بالبساطة والأناقة في وقت واحد. بيتكون المسجد من صحن مكشوف وقبة في وسطه بيحيط بيها 4 أروقة أكبرها رواق القبلة، وتم تجديد وزيادة مساحته عام 500 هجرية. كمان المسجد في العصر المملوكي والعصر العثماني اتعرض لكتير من التعديلات والترميمات. من أغرب الحاجات في المسجد هي المئذنة اللي اتأثرت نتيجة حدوث زلازل في العصور القديمة، تم بنائها على الطراز الفاطمي. هي لم يتم ترميمها وتم إحاطتها بسور حديدي، وزمان الصيادين كانوا بيستخدموها كدليل في البحر قبل بناء الفنار. أدى ارتفاع المياه الجوفية وتعرض المسجد لكتير من العوامل إلى تآكل جدرانه وأعمدته والأخشاب اللي استخدمت في بنائه، وفضل المسجد مهجور لفترة طويلة. وفي عام 2004 قررت وزارة الآثار بترميم المسجد بتكلفة ضخمة جدا، وتم افتتاح المسجد يوم 8 مايو 2009 اللي بيوافق عيد دمياط القومي. اليوم ده كان انتصار شعب دمياط على الحملة الصليبية بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا، وبكده عاد المسجد لرونقه القديم. تخيل انك موجود في مكان جلس فيه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لفترة طويلة. هتحس بسكينة وراحة وانت موجود في المسجد. روح المكان وعبق التاريخ هياخدك في رحلة تسافر بيها عبر الزمن، تستكشف التاريخ والتراث. النور هيملأ قلبك وهتشحن نفسك بطاقة روحانية جميلة. بجد لازم تزوروا مسجد عمرو بن العاص في أقرب وقت.